يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. النسر الأحمر بطل السوبر المصري بالإمارات. متابعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النادي الأهلي قدر يتخطى غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري للعام الثاني على التوالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ما قدر يفوز عليه بثنائية نظيفة أحرزها بن شرقي بأسيست من زيزو، وكمان مروان عطية بأسيست من طاهر محمد طاهر. النادي الأهلي حقق اللقب 16 في تاريخه ليواصل كتابة التاريخ اللي معادش هيقدر كاتب التاريخ يغلق صفحاته ولا هيلاقيله حتى صفحات يكتب فيها، لأن النادي الأهلي هو التاريخ زي ما قال عامر عبد الله معلق مباراة الأهلي والزمالك على قناة أبو ظبي، إن التاريخ الأهلي هو التاريخ يا تاريخ. مشهد اعتدنا عليه بس مش بنمل منه. النادي الأهلي دائما على منصات التتويج. النادي الأهلي مستواه بيرجع مرة تانية مع المدرب الدنماركي يستروب اللي بيحقق أول ألقابه مع المارد الأحمر بعد فوزه على الغريم التقليدي والأزلي نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو كان أفضل لاعبي النادي الأهلي، بل هو man of the match في لقاء القمة وكلاسيكو العرب اللي كان في نهائي السوبر المصري. زيزو رفض يسلم على نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر اللي بدوره راح اشتكى للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة القلعة الحمراء بالسوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة. النادي الأهلي سيطر على جوائز بطولة السوبر 2025، فمحمد الشناوي كان أفضل حارس في البطولة ومروان عطية كان أفضل لاعب في البطولة، بينما أحمد بالحاج اللاعب المغربي كان هداف البطولة بعد ما سيراميكا كليوباترا حقق المركز الثالث على حساب بيراميدز. النادي الأهلي بيواصل التتويج وكتابة التاريخ ليقول لكل منافسيه داخل مصر وفي القارة السمراء: النسر الأحمر راجع وبقوة، المارد الأحمر يمرض ولكن لا يموت، الشياطين الحمر عادوا خافوا مني، لأن هقش كل البطولات خلال الفترة القادمة وخلال الموسم الجاري.